كشف المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر عن تفاصيل الحالة الصحية لبعض اللاعبين بعد مباراة سيمبا التنزاني اليوم وإصابة حسين الشحات وعلي معلول. وقال كولر: نحن في انتظار تحديد موقف حسين الشحات بعد نقله إلى المستشفى، والاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ. وأضاف كولر: نتمنى أن يعود حسين الشحات بشكل سريع لأننا نحتاج إلى جهوده خلال الفترة المقبلة. وأشار كولر إلى أن وسام أبو علي شارك في التدريبات الجماعية قائلاً: كنت أرى عدم الدفع والمخاطرة به خلال مباراة سيمبا، لكنه أصبح جاهزاً. وبالنسبة لحالة أليو ديانغ وياسر إبراهيم، هما يخوضان تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي، وكذلك محمد الشناوي بدأ النزول عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن نقل لاعب الفريق حسين الشحات إلى المستشفى للإطمئنان على حالته بعد الإصابة خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام سيمبا. وكشف البيان الرسمي للنادي الأهلي إن حسين الشحات جرى نقله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية للإطمئنان على صحته. وكشف مصدر في بوابة أهلاوي الأخبارية أن ذلك جاء بعد الاشتباه في إصابة حسين الشحات بارتجاج في المخ. وأصيب لاعب الأهلي في الدقيقة الأخيرة من مباراة سيمبا التنزاني التي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين نظيفين وضمان الصعود إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من بيترو أتليتيكو للنادي الأهلي مارسيل كولر عن كواليس الحوار الذي دار مع مهاجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا عقب انتهاء مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكانت عدسات الكاميرات رصدت حوارا دار بين كولر وكهربا عقب انتهاء اللقاء الذي نزل فيه كهربا بديلا في الدقيقة 85 من عمر اللقاء. وقال مارسيل كولر: كنت أبحث عن كهربا عقب تسجيله الهدف في اللقاء، وسألته بعد انتهاء المباراة: أين ذهبت؟ هذا ما دار بيننا. جاء ذلك خلال تصريحات مارسيل كولر عقب انتهاء المباراة التي فاز فيها الفريق بهدفين نظيفين وضمان الصعود إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من بيترو أتليتيكو ومازيمبي.